اكتشاف فرعون الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة. كشف فريق بحثي مصري عن نوع وجنس جديد للحيتان، ويعد أحد أصغر وأقدم الحيتان التي عاشت على كوكب الأرض في فترة جيولوجية استمرت من 34 إلى 56 مليون سنة مضت. ووجدت حفريات الحوت الجديد في متكون وادي الريان الجيولوجي بمنخفض الفيوم، وهي أكبر واحة طبيعية في مصر. ويقدر عمر الطبقات التي اكتشفت فيها حفريات هذا الحوت بحوالي 41 مليون سنة، ما يشير إلى الزمن الذي عاش فيه. وقد أطلق الفريق على هذا الحوت اسم توتيسيتوس ريانانسيس تكريما للملك الفرعوني توت عنخ آمون. وكشفت الدراسة أن هذا الحوت مات في سن الصبا، وأنه كان ملكاً للمنطقة التي عاش فيها على قمة السلسلة الغذائية. وقدر طوله حوالي 2.5 متر، ووزنه بنحو 187 كيلوغراما، ويتميز بفك قوي، ويعد الأصغر حجماً من بين أفراد عائلته المنقرضين المكتشفين سابقاً على مستوى العالم. وطور هذا الحوت خصائص تشبه الأسماك، مثل تحول الطرف الأمامي إلى زعانف، واستطالة الفقرات، ونمو زعنفة الذيل. وكان يملك أطرافاً خلفية يمكن تسميتها بالأرجل يتحرك بها في الماء وفي اليابسة. وأفادت الجامعة الأمريكية في بيان لها بأنه أصغر حوت من عائلة الحيتان المكتشفة، والذي اكتشف أيضاً إلى هذا اليوم، وأحد أقدم أحافير هذا النوع في أفريقيا. لنشاهد الفيديو.